بص ايلين بتعمل ايه؟ انت فين بقك يا لولو؟ فين وشك؟ اللي انت عاملاه ده يا ايلين. صباح الخير، صباح الخير على اجمل عيله في الدنيا. انا احمد حسن وزينب وحشتونا جدا. هاي الي، هاي لولي. لو انتوا لسه جداد على القناه انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس ووصلوا الفيديو ده ل 100,000 لايك. 100,000 لايك ايه يا زينب؟ انا واثق ان التيم بتاعي يقدر يوصل الفيديو دوت ل 150,000 لايك. طب انا واثقه برضو ان التيم بتاعي يقدر يوصل الفيديو ده ل 200,000 لايك مش 150,000. بص يا زينب، انا التيم بتاعي اجمد وهو ده تحدي بيني وبينك دلوقتي، تمام؟ لا ده تحدي. ماشي. لو الفيديو دوت وصل ل 150,000 لايك يبقى التيم بتاعي انا اجمد، لو الفيديو دوت وصل ل 200,000 لايك يبقى التيم بتاعك انت اجمد، تمام؟ ماشي. بس انا التيم بتاعي اجمد وهنشوف. لا مفيش الكلام ده. خلي ايلين دلوقتي تنبسط. لولي، ايلين صباح الخير، اتفضلي يا لولي. هي كده سعيده ومبسوطه دلوقتي. خدي تعالي. رايحه فين؟ رايحه فين؟ داخله في الاجهزه؟ يعني داخله تحت الجهاز. تعالي هنا. خدي. طيب انا لسه مديكي كاتشب. تعالي ايلين، ما تمشيش. تعالي ما تمشيش وتسيبيني. بصوا يا جماعه، مشيت وسابتني عشان شايفه زينب واقفه هناك. بصوا بصي لي ازاي. بذمتك في حد في الدنيا يفطر شاورما؟ وايه الكميه دي؟ ايه كل دول؟ هتفطري كل دول لوحدك؟ ده على اساس ان انا الوحيده اللي هفطر شاورما. هات كده الكاميرا عندك. ده ايه ده ان شاء الله؟ شاورما برضه والله. يعني انا لقيتك جايبه ما جبتش معاكي. الله والله يا حبيبتي افهمي، انا بونسك. انا ما مش جعان على تونسنيش. فكره، انا خلاص بونسك بلاش بس. بلاش يا باشا. لا سيبك. لا طالما مش زينب جعان خلاص، والله طالما مش أنا آسف جعان. والله خلاص. في ايه؟ بصوا يا جماعه، والله انا عايز اعمل دايت. انا اصلا بعمل دايت، تمام؟ بس الفكره في ايه بقى؟ زينب الاقيها مثلا الصبح اول ما تقوم من النوم تروح طالبه لي شاورما زي ما انتم شايفين كده. انا ايه موقفي؟ يعني مثلا الصبح وابقى صاحي من النوم المفروض هفطر مثلا بيضتين مثلا، واتغدى مش عارف تونه، واتعشى مش عارف نص فرخه مشويه. الحاجات دي عادي، تمام؟ اصحى الصبح من النوم كده بسم الله الرحمن الرحيم، الاقي زينب طالبه شاورما وطالبه لي معاها. طب انا هعمل ايه؟ اسيبها تاكل لوحدها؟ بصوا يا جماعه، واحمد لو ما اكلش بيجي له اكتئاب، تمام؟ يعني انا ممكن اقعد طول اليوم اكل حاجه خفيفه، ممكن اكل فواكه اي حاجه وعادي قشطه اعدي اليوم كده. بص يا زينب، انت بتاكلي حتى كل لو حاجه، بتاكلي نوتيلا، بتاكلي كل حاجه في الحياه، وبتاكلي حتى لو وبتاكلي شاورما، استنى بس انت ما بتتخنيش. انت حتى لو كلت لا لا انا حتى لو كلت باكل كميه بسيطه. يعني انا دي كميه بسيطه ممكن تبقى فطار وغدا وعشاء. بس والله دي فطار وغدا وعشاء. دي فطار وغدا وعشاء. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 قطع شاورما يا مفتريه. ماشي، دي هاكل منها شويه وهشيل الباقي للعشاء. والله يا جماعه بتاكلها كلها، والله بتاكل دي كلها. ما تحلفش بالله، دي الكبيره. انا باكل الصغيره اللي هي بتبقى 3 قطع ولا 4 دي. 3 قطع بتبقى 8 قطع. ايه 8 قطع؟ مبدئيا بس عشان نكون متفقين على النقطه، انا ما تخنتش غير لما اتجوزت زينب. انا قبل ما اتجوزك مش كنت رفيع؟ طيب انت تخنت ليه لما اتجوزتني؟ اقول للناس ايه السبب؟ قول لهم السبب. طب يا جماعه، هو قبل ما احنا نتجوز كان بينزل كتير وبيروح ويجي وبيتنطط وبيفرق ويروح هنا ويطلع هنا وينزل هنا ويروح جيم ومش عارف ايه. لما اتجوزنا ما شاء الله حبسنا في البيت. لا مش قصه كده، لا انتوا مش حبسنا فاهمين في البيت. الفكره. طب انا اشرح لهم. ممكن اشرح لهم. طيب لهم. بصوا يا جماعه اللي حصل، انا قبل الجواز كنت بحب اشوف زينب دايما. زينب كانت بتوحشني، فعشان كده كنت بنزل من البيت كتير جدا عشان اشوف زينب. كنت بروح لها مثلا الساعه 6 7 الصبح، اجيبها من البيت عندها عشان نخرج انا وهي ونفضل طول اليوم مع بعض عشان تفضل قدامي. عشان كده كنت بخرج قبل الجواز، تمام؟ بعد الجواز خلاص انا اتجوزتها وهي بقت قدامي، فاخرج ليه؟ اخرج واسيبها؟ يعني انزل اروح اي مكان وابعد عنها؟ لا، ما انا عايزها قدامي طول الوقت، فعشان كده بفضل قاعد في البيت. اوفر قوي يا حبيبي بجد. لا ده حقيقه يا حياتي. شفت بقى انت ظلماني ازاي؟ ام سوري. ها عايزانا بقى نخرج ولا لا؟ لا يا حبيبي خلاص مش لازم تخرج، انت اصلا خليك تخين والراجل اللي من غير كرش ما يسواش قرش. صح. تكمله لموضوع الخسسان بقى، وان انا المفروض اخس يعني وكده. زينب طالبه 2 نوتيلا، تمام؟ ليه مش طالبه واحد ليك انت بس؟ ليه طالبه لي معاكي؟ انا ممكن اكلهم الاثنين. انت هتاكل الاثنين؟ ايوه. متاكده؟ متاكده. يعني انت بذمتك مش طالبه لي التاني ده ليا؟ ماشي، لو مش عاجبك بلاش. انا عايز اقول لكم حاجه دلوقتي. امبارح بالليل انا قلت لزينب من بكره انا هبتدي دايت، تمام؟ الصبح بدري هفطر حاجه معينه كده اللي هو بيض بقى ومش عارف ايه، وهتغدى نص فرخه واتعشى تونه والجو ده وسلطه بقى. وكنت مسستم حياتي من امبارح وقلت لها يا زينب بكره ما تعمليش اكل عشان انا هاكل الاكل ده. انت لو عايزه اكل هطلب لك اكل او اعمل اكل ليك انت بس، مالكيش دعوه بيا. فجاه صحيت من النوم، اول ما صحيت زي ما قلت لكم لقيتها طالبه شاورما. يا دوبك بس خلصنا الشاورما وقمنا بس من على الترابيزه لقيت الجرس بيرن، ابص الاقيها طالبه نوتيلا. انا المفروض اخس ازاي بقى؟ يعني انتوا حطوا نفسكم مكاني دلوقتي. طبيعي انت دلوقتي لما تشوف مغريات الحياه قدامك هتضعف اكيد. هتفضل ارادتك لحد امتى وانت شايف المنظر ده؟ والله ما هينفع. بعد اذنك بعد كده ما تجيش تتكلمي معايا على الخسان تماما. انا اتخنت بسبب ان انا اتجوزتك، اتفقنا؟ طب اقول للناس انت بتعمل ايه لما بتبتدي تعمل دايت؟ بعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ مش عارف بتعمل
بتعمل ايه؟ قولي بعمل ايه؟ والله العظيم يا جماعه بيبقى قاعد زعلان ومش طايق حد يتكلم معاه ومخنوق وزهقان، بيحسسني ان كأن ايه حد حبسه محبوس، حد جبره على الدايت. ولما بيجي يعمل دايت بيأفور قوي. يعني المفروض الناس الطبيعيه لما بتيجي تعمل دايت بتبتديه واحده واحده، ده لا ممكن يقعد طول اليوم واكل تفاحيه، ممكن يقعد طول اليوم واكل علبه تونه بس واحده وبس على كده. يقول لي هي الماء بتتخن، بيسالني الماء بتتخن، فانا ارد اقول لك ايه اصلا؟ ما انا اقول لك حاجه، انا بحب اعمل دايت بحذافيره. حذافيره؟ ما انت كده، انت كده اللي بتدمر نفسك، انت كده اللي بتكره نفسك في الدايت اصلا وبتعقده عليك. طب بص يا زينب بقى، انا من اللحظه ديت انا عندي اراده، والنوتيلا دي انا مش هاكلها ولا هاكلها لك، انا هاكلها الايلاند، اتفقنا؟ هتاكل الايلاند؟ اه. انت عايز تدخن البيت؟ ادخن البت ايه؟ هي كده كده عندها كرش اصلا. ما عندها كرش ليه يا حبيبي؟ ده انت اللي عندك كرش مش هي. طب ايه رايك بقى النوتيلا ديت انا هاكلها لها؟ لا والنبي انا هتقهر. تدري ليه هتقهر؟ ليه؟ علشان المفروض ان هي تبهدل نفسها، انا لسه محمياها والله. انت بتعملي ايه؟ انت عايزه البالونه اللي تحت دي صح؟ استني اهي البالونه اهي، امسكي اهي اهي، مش انت كنت بتدوري عليها؟ اهي امسكيها. تعرفي ان انا هاكلك نوتيلا دلوقتي؟ طب عبريني، طيب انا بكلمك. تعرفي ان انا هاكلك نوتيلا دلوقتي؟ تخيلوا دلوقتي ايلاند وهي بتلعب بالبالونه مثلا تروح دايس عليها باسنانها تروح مفرقعها في وشها، والله هتعيط. اه والله. تعالي رايحه فين؟ تعالي هنا، تعالي. ايوه تعالي يلا عشان هتاكلي نوتيلا. طيب دلوقتي المفروض هنجرب تحدي مع ايلاند، هنقعدها على الكرسي بتاعها ونسيب لها طاجنين النوتيلا قدامها ونشوفها هتعمل ايه. طبعا ايلاند المفروض ان هي بتحب النوتيلا، اخر مره اكلناها فيها نوتيلا كانت مبسوطه بيها جدا، المفروض ان هي بتحبها تمام. فهنشوف النهارده بقى ايه اللي هيحصل لما نسيب لها 2 طاجن نوتيلا قدامها. هي اصلا بص بتمسكهم. مش دلوقتي، مش دلوقتي، اصبري. احنا مش هنلحق نسيب. اصبري يا لوني. يلا طب نحط ايلاند على الكرسي ونحط لها نوتيلا قدامها قبل ما تبهدل الدنيا اصلا دلوقتي. انا مش قادره اعمل كده عشان هي هتبهدل نفسها، حرام. وانت بعد كده هتقعدي تحميها بقى. انا لسه محمياها. حميها انا تاني لسه عادي، محمياها. مشكله. يلا بينا. معانا دلوقتي يا جماعه 2 طاجن نوتيلا. بصوا النوتيلا سايحه عامله ازاي، وهنا طاجن اوريو. هنحط لها الاثنين بقى وهي تعيش معاهم. يلا لولي هوبا يلا عيشي بقى. خايفه والله خايفه. بصي حاولي ما تبهدليش نفسك قوي يا قلبي. بصوا يعني بتزقهم. حلو لا 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 دي هترميها لا ليه كده ليه كده؟ طب بص ممكن تعملي كده وتحطي فوق دوقي كده. يا على الاحترام والادب. يا لهوي شعرك. لا دوقي طيب دوقي بس. هي محترمه ليه؟ يا قمه الاحترام والادب. لا استنى، هي ابتدت تدوق. استني ابتدت تدوق اهي. لا انت عارفه بتعمل ايه؟ بتحاول تطلعه من بقها. يلا امسكي لولي. 2 طاجن نوتيلا. ابعد عني. اللهم بتزقهم بارك ليه؟ اللهم بارك. عندها اراده مش عند ابوها. بصوا بتعمل ايه؟ عايز تلعب في الارض، مش عايز تلعب في الكوبايه نفسها. بصي طب انت ممكن تعملي حركه حلوه جدا. انت كده صباعك، حط بقى صباعك في بقك. لا حط صباعك في بقك. ايه رايك؟ ها؟ لا الكاميرا لا. عايز احط ايدي على الكاميرا كده. ها بصوا يا جماعه كده ابتدت بقى تتعامل، يعني بصوا كده اتفرج كده. بصوا ابتدت تعيش بقى دلوقتي، هي دلوقتي عايشه مع النوتيلا بقى خلاص دلوقتي. اهم حاجه بس انا اللي عاجبني فيها حاليا ان حتى دلوقتي ما بهدلتش نفسها زي ما انا كنت متوقعه، يعني مبهدله بقى وشها وشعرها وديها من هنا. فهي لحد دلوقتي الحمد لله ما بهدلتش نفسها زي ما انا كنت متوقعه. انا لسه بقول ايه؟ بصوا بهدلت نفسها. والله كنت لسه بشكر فيكي. ده انا غلطانه يا حبيبتي، انا بصوا غلطانه. وشها، انا بصوا اسفه انا اسفه. بصوا قايلين يا جماعه، بصوا ايوه بصوا تعملي كده 5 وخميسه بقى وفي بقك. لا كفايه. وفي بقك بقى. وفي بقك. بس عايش قوي. الفستان يا حبيبتي. عايش عيشي بقى زي ما انا عرفت كده. ايوه سواد بصي. وكل حاجه في الحياه. تحط هنا كده وفي بقك بقى. سيبها يا هي نهار تعمل اسود. براحتها. ماشي هي براحتك. هتعمل، ما تقلقش هي تقرب الدنيا. بصوا ايلين بتعمل ايه؟ انت فين فوق انت يا لولو؟ فين وشك؟ انت عاملاه ده يا ايلين مش باينه خالص يا جماعه. بصوا طب ليه ليه يا مش عايزه ده؟ ليه يا نمشي ده خلاص. هي مش عايزه ليه يا ده. مش نمشي عايزة ده. خلاص خدي اهو. ليه؟ دوقي انا عايز تدوقي. ها ايه رايك في الطعم؟ لا بص هو انا الفكره ان ايلاند حاسه ان هي فيها حاجه مش زي الاطفال كده بتبقى على الشوكولاته او بتحبها قوي. يعني انا بتوقع ان الاطفال بيبقوا حابين الشوكولاته، ولو مامتهم خدت منهم الشوكولاته بيفضلوا يعيطوا وعايزينها تاني. هي مش كده، يعني هي مش قوي، يعني عادي قشطه مفيش اي مشكله بالنسبه لها. طب بصي يا ايلين اخد دول تغسل ايديها ولا دلوقتي. عايزاهم؟ هي بتغسل ايديها بالشوكولاته اهو. اللي في ايديها. شعرك يا حبيبتي والنبي. بصي بوظي بصوا اي هي حاجه دلوقتي في ايديها الحياه. بقى مع الاثنين. يعني بصوا دلوقتي اهم حاجه شعرك لا، يعني لغوصي براحتك وبهدلي الفستان الجديد عادي اللي لونه فاتح اللي انت لسه لابساه مفيش مشكله. بهدلي الكرسي عادي اللي انا هضطر ان انا اغسله تمام مفيش مشكله. لكن شعرك لا بقى، يعني شعرك لا. هي خلي بالك بتبص لك بصه ان هي حاسه ان هي عامله حاجه غلط. اه والله. طب اهو ايه ده؟ انت زعلانه؟ طب ماشي يلا مش مهم. ايه لي ده؟ هي اشيلك؟ انت عايزه اشيلك بالميه؟ غلبانه انا جبت خرطوم دلوقتي وارشك بالميه. اشيل ايه؟
والله ما ينفعش، مفيش الكلام ده. على كتفك ليه؟ على كتفك ليه يا حبيبتي؟ بتعمل ايه دي هنا؟ دي بتعمل ايه هنا؟ بصوا يا جماعه، دي ايلاند بالنوتيلا دلوقتي، يعني ديت ايلاند بالنوتيلا، دي ممكن تتاكل عادي صح يا زينب؟ اه طبعا. انت ممكن تاكليها دلوقتي عادي صح؟ بكل حلويات يعني. بصوا ايلاند بقت عامله ازاي. بص اصلا عماله تلعب وعماله مش ساكته خالص. لا بص مناخيرها وبص بقها. طب انت بتعملي ايه يا ايلاند؟ ممكن اخد منك حته؟ بص بص انت لو عايز تاخد حته تاخد من هنا كده. ايوه طعمها حلو قوي. تعملي ايه يا لولو؟ ليه كده يا لولو؟ بهدلتي نفسك يا لولو. حد يبهدل نفسه كده يا لولو؟ ليه كده؟ زهقتي يا قلب ماما؟ زهقتي من الشوكولاته؟ ها زهقتي ولا لسه عايزه تلغوصي؟ عايزه تلغوصي؟ هي بتحاول بايديها تشيل اللي جوه بقها، بس هي ما تعرفش ان اللي في ايديها بيخش جوه بقها. ايه اللي ايلاند عاملاه في نفسها ده بجد؟ بصوا وشها بقى عامل ازاي. وشها بقى عباره عن شوكولاته. بصوا عامله في نفسها ايه والله. ايه علاقتها بالموضوع والنبي؟ وشها بقى عباره عن شوكولاته والله. بص عينيك ايه علاقتها؟ انت بتعملي ماسك شوكولاته ولا ايه؟ هي بتعمل ايه يا زينب؟ ماسك الشوكولاته. قولي كده هي عملت ايه دلوقتي؟ هي احنا قاعدين فجأة لقيناها راحت عاملة كده بايديها. بص المنظر بقى عامل ازاي. ايلاند بالنوتيلا. هاي ايلي، قولي هاي، قولي هاي، قولي هاي كده يا لولو. انا مش عارفه انت عامله ماسك شوكولاته اقسم بالله. ايلاند دلوقتي خلاص زهقت، فزينب هتاخدها بقى تنضفها. يلا زينب بسم انا عايزه الله. ترجع زي ما كانت. بسم الله. يلا هوبا شيليها. يا نهار اسود على البهدله. زينب هترجعها زي ما كانت؟ هحاول. بعد المعركه التاريخيه اللي ايلاند عملتها، زينب رجعتها زي ما كانت. ايه بصوا قولوا لي رجعت نضيفه تاني زي ما كانت. فين الشوكولاته اللي كانت فيها بقى؟ ده طلعت يعني عارف بعد معجزه ومعاناه طبعا، متضايقه وعماله تعيط، مش عايزه امسح لها وشها ولا عايزه امسح لها رجلها ولا ايديها ولا اي حاجه خالص. الشوكولاته كانت في كل حته، كانت في مناخيرها وفي ده بقها عايزه وفي اقول لك عينيها كان وفي في كل ودانها حتة. اساسا. بجد والله؟ والله العظيم. بس نتفت دلوقتي صح؟ لا الحمد هي لله. ماسكه شوكه. هات الشوكه دي بعد اذنك. اهي الشوكه اهي. هات الشوكه هاتي. شاطره. بص والله مؤدبه. شفت سمعت الكلام اديتها لي. يلا خدي الشوكه. هات الشوكه بقى. لا. ايه ده؟ انا لسه هديك وانت تديني وتوجعني هترميها لي في دماغي. الارض. شفتي؟ طيب يا جماعه وبكده يكون فيديو النهارده انتهى. شفت طبعا المعركه اللي حصلت مع ايلاند والنوتيلا، وفي نفس الوقت شفتوا ايلاند كان قد ايه شكلها كيوت. لسه داخل ايه؟ زي ما قلنا لكم في اول الفيديو، لو الفيديو دوت وصل ل 150,000 لايك يبقى انا تيمي اجمد، ولو الفيديو دوت وصل ل 200,000 لايك يبقى زينب تيمها اجمد. بس طبعا انتوا عارفين ان انا تيمي اقوى، ودايما بندمر زينب في مقالب لا، لا، وتحديات لا، وفيديوهات لا، كتير لا، جدا. لا، زينب تقريبا مستحيل. مش شايفه حاجه، يعني التيم بتاعها تقريبا كله خلاص اتحول من تيم زينب لتيم احمد. لا. مبقاش في حد في تيمك اصلا عشان يعمل لك لايكات. هم عارفين اصلا ان انا قاعده كل ده بتكتك عشان هطلع لك بحاجه قويه جدا. مش هتعرف تعمل فيها حاجة. هتشوف. طيب يا رب تكونوا انبسطتوا بالفيديو بتاع النهارده وهي لولي بتلعب بالنوتيلا، وان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو. بنحبكم جدا. وقبل ما ننهي الفيديو دلوقتي، لو انتوا لسه جداد في القناه انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس واعملوا لايكات كتير للفيديو دوت، واكتبوا كومنتات قد ايه حبيتوا الفيديو وايلاند كان قد ايه شكلها كيوت. وفي نفس الوقت لازم ننهي الفيديو دلوقتي وهنقول لهم ايه يا زينب؟ سلام. يلا يا لولي قول لهم سلام. يلا في الكاميرا يلا ايدك في الكاميرا يلا. هوبا سلام. يلا سلام.